10 نصايح ذهبية من تجربتي الشخصية كمهندس خريج جامعة فرانكفورت مستحيل تنجح بدونها. لهيك تابعوا الفيديو لأنه رح أخبركم عن كتير شغلات مهمة، كيف تقدر إذا كنت بدك تدرس برا بشكل عام أو بألمانيا بشكل خاص إنك تنجح وتوصل لأهدافك. عملوا قهوة ويلا. أهلين وسهلين بصفحتي. أنا بصراحة محتواي سفر، بحب كتير سافر وصف المدن فيديوهات وصور حلوة كذا، بس أنا وعدت المتابعين، عندي الحمد لله صار 10,000 متابع على الفيسبوك، إني أعمل فيديو نصايح عن الشغلات اللي مهمة لحتى الواحد يقدر ينجح بالدراسة بألمانيا، وخصوصا بسبب اللغة وبسبب كتير قصص تانية. لهيك اليوم رح أحكي لكم عن شغلات يعني بتمنى لو حدا حكى لي إياها وقتها لحتى قدرت أوصل للي أنا وصلت له. بشتغل بمطار فرانكفورت، واحد من أكبر مطارات العالم، بعد تعب كتير طويل باللغة وبمواد بالجامعة بالألمانية، ويعني كنا كل وقت مع طلاب ألمان، فالواحد كان بده يضطر يدرس إسا زيادة لحتى يقدر يثبت حاله. ولهيك رح نبلش هلأ بأهم 10 نصايح. النصيحة رقم واحد هي إنه أنت لازم تخطط هون بألمانيا دائما 6 شهور لورا. نصيحة اسمها خطط دائما قبل 6 شهور. إذا كنت فكرت تيجي لألمانيا أو حتى أنت بألمانيا لازم على طول هون تخطط، يعني بدك دائما يكون معك وقت كتير لورا، لأنه هون أي حدا بيعرف عايش هون في شيء اسمه فخستن، ودائما هي يعني مثل ديدلاينز لحتى تسجل بالجامعة، لحتى تسجل على سكن، لحتى تقدم على مفاضلة الجامعة، لحتى مليون قصة لك، لحتى إذا بدك تعمل فترة تجريبية مثلا بشركة دائما بده يكون كل شيء قبل. لهيك خطط دائما وقتك قبل ب6 شهور من انك تطلع ألمانيا. وحتى وانت بألمانيا اي شيء بدك تخططه لقدام هو لازم يكون في قبله 6 شهور. يعني حتى في مدارس لغة إذا بدك أنت تسجل عليها بيكون بس عندهم كورسين بالسنة فقط، يعني بس خلص تجي بدك تضطر تنطر 6 شهور كاملة لحتى تقدر تبلش بالكورس اللي بعده. كتير ضاع بصراحة وقت علي بسبب هالنقطة، لأنه ما كنت بعرف لازم كل واحد يخطط قبل الوقت لهالدرجة. لهيك كتير انتبهوا عليه لهالشغل. يعني من أهم 10 نصائح ذهبية للدراسة بألمانيا هي تعلم اللغة. بدون لغة أنت هون ولا شيء أبدا، فلهيك بدك تحاول تتعلم اللغة. والمشكلة هالنقطة بالذات كتير طويلة، فرح أحاول أحكي عنها بشكل مختصر، بس رح أعمل فيديو تاني شرح لكم فيها بالتفصيل كيف الواحد بيدرس لغة أحسن. بس هون قد ما كانت لغتك الإنجليزية منيحة لازم تكون لغتك الألمانية أحسن بكتير، فبدك تتعلم اللغة، تكون كتير قوي باللغة. المراحل هي A1 A2 B1 B2 und C1 وحتى في C2 Deutsch als Muttersprache، هي إذا فعلا بدك تصير تحكي ألماني مثل أي ألماني. بس لأغلب الجامعات في كتير جامعات بدها B2، في كتير جامعات بدها C1، في كتير جامعات بدها C1 بدك تكون حتى جايب فوق 80% بالC1 لحتى تقدر تفوت عليها. واول شيء ما فهمت انا ليش، بس بعدين بعد ما فتت على الجامعه قعدت اول محاضره فهمت انه الواحد بده اكثر من ساعات بكثير لحتى يقدر ينجح. فلهيك اللغه ثم اللغه ثم اللغه. نصائح اللغه كيف تتعلمها اسرع رح تكون فيديو ثاني، بس هي كثير نقطه مهمه. ثلاثه من اهم 10 نصائح ذهبيه لتنجح بالمانيا هي انه دائما تشتغل نيبن جوب، تشتغل مع جامعتك. يعني انا وكنت عم بدرس بالجامعه من التنين للجمعه كان عندي محاضرات، جمعة سبت أحد كنت أشتغل نيبن جوب بمطعم، اشتغلت 3 سنين بمطعم. طبعا هالشي كتير مهم لقدام، لأنه بتطلع درجة بتحس بعدين بكمية النجاح أضعاف وقت بتوصل. وما بس مشان هيك، كمان مشان المصاري، مشان الدولة تشوف إنك أنت عم تشتغل كنت دائما مع دراستك، إذا قدمت على الجنسية وكتير قصص تانية إقامات وهيك. والشغلة الأهم كمان هي مشان تقوي لغتك. أنت عم تختلط كل وقت مع ألمان، حاول تشتغل بمحلات مو انه بس تحكي فيها عربي، تكون تحكي فيها اكثر، يعني بتحكي فيها اغلب الوقت الماني لحتى تختلط مع المان اكثر، تتعلم لغتك، تسمع كل الوقت الماني، فهالشي بفيدك كثير كمان بالجامعه. ومشان يصير عندك علاقات اجتماعيه كمان مع عالم هون، لانه علاقاتك الاجتماعيه هون رح تفيدك كمان بشكل مرعب بالبيوت بمليون قصه كمان. النصيحة الرابعة لأهم 10 نصائح ذهبية للنجاح بألمانيا هي إنه تتطوع. بس خلصت بي اينز او بيتس باي في كتير منظمات هون بتقدر تتطوع فيها. في محلات انت ما بحاجة لغة، في محلات انت بحاجة لغة. انا تطوعت سنين طويلة، اشتغلت كمترجم عربي الماني عند الكاريتاس، عند اطباء نفسيين، ساعدت، كان هالشي كتير منيح بس بالسي في تبعي لحتى بعدين وقت قدمت على الجنسية. وكمان انت بتكون عم تعمل شي حلو، يعني عم بتقدم شي منيح، تقوي لغتك، تقوي علاقتك الاجتماعية. كتير تعرفت على عالم هونيك كمان، والناس اللي بتشتغل هونيك دائما بتكون إنسانية بشكل مرعب، يعني فبكون شي كتير حلو إنك أنت تتعرف على هيك نوع من الناس. فالتطوع كتير مهم هون. وبصراحة يعني كانت من أحلى الأشياء اللي عملتها هون، وأكتر الأشياء اللي قوت لي ألمانيتي واللي كمان خلتني أبني علاقات اجتماعية منيحة.
تطوع تطوع تطوع. حتى بسوريا ولا بألمانيا دائما تطوع معمول شي منيح بحياتك. بلش بنصايح الجامعة. أول ما بتفوت على الجامعة كطالب أجنبي، الجامعة شي كتير صعب هون، خصوصا كله بالألماني. أول فصلين كتير تعذبت وما قدرت أنجح بمواد مثل العادة يعني، بس مع هيك ما تيأس. أول فترة كتير صعبة بس كلنا وصلنا. بدك تتابع، بدك تتعب، بدك تقضي أيام طويلة بالمكتب عم تدرس، بدك تعتمد على حالك، بدك تحضر فيديوهات تفهم الموضوع أكتر. يعني أول مرحلة كتير صعبة بس يعني بتقدر توصل 1,000,000%. فلهيك بدي يعني بس أوضح فكرة إنه لازم يفهم الواحد قديش أول مرحلة صعبة، إنه ما رح تكون كل وقت هيك. يعني بس مرقت بأول فصلين، الفصل الثالث والرابع رح يكونوا أسهل، لأنه كل الصعوبات اللي أنت تعرضت لها ومرقت فيها ما بقى رح تمرق فيها بعدين. فلهيك يعني بدها أول مرحلة كتير صبر، بس مع هيك بس مرقت أول مرحلة بصير بعده أسهل. النصيحة السادسة والذهبية بصراحة لأهم 10 نصائح لدراسة بألمانيا هي إنه مجموعات الدراسة شي كتير مهم. دور دائما على مجموعات دراسة، تعرف على عالم بالجامعة، طلاب مثلهم مثلك، دور على عالم فعلا بتتوصل وعم تنجح بعلامات منيحة ودراس دائما معهم، لأنه مجموعات الدراسة هون بتقويك بشكل ما طبيعي. يعني أنا بصراحة مجموعات دراسة أنقذت حياتي وقتها بسبب الألماني، بسبب كثير قصص تانية. أنت في دائما عالم عم تشجعك، فعلا عم تدرس معك، مشان اللغة كمان كتير بيساعدوك بكتير قصص بهالموضوع. فلهيك مجموعات الدراسة أنا برأيي من أهم النقط الواحد لازم يشتغل عليها هون. دوروا دائما على مجموعات دراسة عالم شاطر مو عالم ترجعك لورا، ودرس معهم، وهالشي صدقني رح يساعدك، يعني رح يكون دفعة لقدام كتير كتير مهمة بالدراسة بألمانيا. ومن أهم النصائح يلي هي اللي تقدر تنجح هون بألمانيا، النصيحة رقم 7 هي الخبرة ثم الخبرة ثم الخبرة. وحتى إذا كنت أنت عم تدرس جامعة هون، في فصل كامل بالفصل الخامس هو فصل لحتى الواحد يشتغل بشركة يلم خبرة فيها. يعني أنا بالفصل الخامس اشتغلت بشركة هندسة مدنية بالمطار، اللي هي طلعت تقريبا سنة ونص عندهم كمتدرب، بعدين كطالب، وهلا كمهندس مدني. وهالشغلة كتير مهمة، لأنه أنت بدون خبرة ولا شيء. أنا لو متخرج ما عندي خبرة أبدا كتير صعب كان إنه أي شركة تقبلني. لهيك الخبرة كتير مهمة. وبالفصل الخامس فترة البراكتيكوم، اللي هي يعني الفترة اللي بتلم فيها خبرة، بتكون أنت عم بيعطوك راتب كتير رخيص، ليك الشركات تاخدك من الأصل يعني. لما انت تبلش فورا كطالب او كذا اصعب. فلهيك هاي النصيحة يعني بدي اعطي عليها شوي وقت زيادة. قد ما فينك حاول تعمل الشروط لحتى تقدر تبلش بالبراكتيكوم، وتبلش فيه يعني بأبكر وقت ممكن، لأنه السنتين ونص الخبرة اللي لميتهم بالمطار هي بصراحة يعني بتوازي كمية المعلومات اللي تعلمتها بالجامعة، لأنه شفت كل شي بعيني، صار عندي خبرة بكتير مواضيع. فلهيك هاي النقطة يعني بدي اياكم تركزوا كتير عليها، انه قد ما فيكم بلشوا بكير بموضوع البراكتيكوم. واغلب الفروع الجامعيه، يعني اغلب فروع الجامعه هون بالمانيا فيها هذا الفصل التجريبي او البراكتيكوم سيمستر، براكتيش سيمستر. لهيك قد ما فيكم بلشوا فيه بكير وخلصوا شروطه بكير. نصيحة رقم 8 من أهم 10 نصائح ذهبية للنجاح بألمانيا هي تنظيم الوقت. يعني اللي متابعني أنا على صفحتي السفر بسافر، وأعياد ميلاد وروحات وجيات وشغل وجامعة وكله ملحق عليه. بس كيف قدرت بهالشي؟ فعلا تنظيم الوقت هو يعني المفتاح السحري لأنك أنت توصل لكل أهدافك هون. قد ما فينك حاول تنظم وقتك، قد ما فينك اكتب برنامج. يعني أنا كان الآيباد تبعي تبع البرنامج كتابة، يعني أغلب الأوراق كانت هي بس برامج كيف أنا منظم وقتي، كيف أنا بهالأيام عم بدرس، بهالأيام عم بشتغل، بهالأيام مثلا مسافر. فأنت بضل دائما عندك تخطيط يعني لقدام، أنت كيف منظم، كيف أمورك لازم تخلصها. وهالشي بصراحة يعني له مفعول سحري بالجامعة، لأنه أنت بتضل ملحق، بتضل ما عندك تراكمات. فكتير كتير ركزوا على النقطة تنظيم الوقت هون، كتير كتير مهم. خصوصا انه مثل ما قلت قبل دائما في فخستن، في دائما لازم تخطط قبل ب6 شهور. فلازم تكون دائما تعرف انت بالفترة الجاي شو لازم تعمل وشو عليك. فكتير فكرة مهمة تنظيم. 9 نصيحة بأهم 10 نصائح ذهبية لتنجح بألمانيا هي انه تهتم بنفسك. قد ما فينك لازم تهتم بنفسك هون. يعني ضغط ما طبيعي رح يكون، رح تشوفه حتى اللي بيطلعوا يدرسوا هون أو حتى اللي كانوا دارسين هون. الضغط اللي بيمرق على الواحد فترة الدراسة شي ما بالعقل. يعني عندك كل وقت جامعة وعم تشتغل جنبه ومتطوع ومليون قصة. بس مثل ما قلت لكم قبل، إذا قدران تنظم وقتك مزبوط فأنت قدران كمان إنك تهتم بحالك. لازم تخصص وقت لحالك، لازم
تعرف إنه أوكي هاي الساعة مثلا بهاليوم أنا هي إلي. في عالم مثلا أنا مثلي حتى بآخر فترة كنت كتير مضغوط بمشروع التخرج، أنا كنت بهي الساعة اللي روح على النادي مثلا فرغ طاقة، فهالشي كان كتير يفيدني إن أنا أرجع أحس حالي جديد. مثلا طلع مع رفقاتك عمول شي، هي كتير شغلة مهمة إنك تهتم بحالك، تهتم بأكلك. حتى في كتير مثلا أنظمة صحية كنت أعملها، قلل السكر، ساعدتني بالتركيز بشكل ما طبيعي، لأنه السكر كتير بخفف من التركيز. فهي نقطة كتير مهمة كمان. اهتموا بحالكم، ما تضلوا تضغطوا على حالكم ترقدوا بدون ما تنتبهوا إنه كمان جسمكم وروحكم إلها حق عليكم. فهالنصيحة بحسها من نصائح بتمنى لو حدا قال لي إياها من الأول، لأنه أول فترات بصراحة كتير أهملت حالي، فبتوصل لمرحلة أنت ما قدران تكمل. فلهيك اهتم بحالك، يعني ما تنسى حالك. هي المي تايم لازم يكون موجود دائما بحياتك، هون رح تقدر تكفي، لأنه الضغط اللي بدك تتعرض له هون ما رح يكون طبيعي أبدا. اهتموا بحالكم. أوكي. النصيحة رقم 10 من أهم النصايح اللي حتى تقدر تدرس وتنجح بألمانيا هي صحتك النفسية. للأسف هذا الموضوع عندنا ببلادنا العربية ما كتير يعني بينحكى فيه، بس صحتك النفسية هون حكيت قبل شوي عن الضغط الما طبيعي رح تتعرض له، فلهيك هالشي بيخلي إنه المشاكل النفسية تطلع لبرا. نحن ما عندنا أبدا وعي بهالمواضيع، بس كتير ضروري إنه أنت هون تتبع هالمواضيع، لأنه كل ما ساءت صحتك النفسية كل ما قل تركيزك، كل ما إنك ما رح تقدر توصل لأهدافك. فعالم بصير معه اكتئاب، عالم بصير معه بانيك اتاك، انكزايتي اتاك، كتير في شغلات بتصير هون مع الواحد إذا ما اهتم بصحته النفسية. كيف بدك أنت يعني كتير في دكاترة التأمين الصحي هون بيدفع لك دكاترة نفسية، حتى الجامعة فيها كتير دائما مراكز للمساعدة النفسية للطلاب. فانتبه دائما على حالك إذا حسيت إنه أنت نفسيتك مثلا صارت تحت الأرض لدرجة إنك أنت ما عم تقدر بقى تكفي وتركز بالشكل المطلوب، يعني ما تهمل الموضوع، ما تهمل صحتك النفسية أبدا. لأنه بصراحة يعني من تجربة شخصية عم بحكي، هالشي غير حياتي. يعني بعد دعم نفسي مثلا من عالم أخصائيين أو كذا، يعني قدرت أدرس وركز بطريقة مرعبة. فاهتموا دائما بصحتكم النفسية. في كتير عالم مثلا بتصلي، عالم بتعمل يوغا، عالم كتير بتعمل أشياء تانية مثلا بتساعد، بس في أوقات مشاكل نفسية بدها فعلا عالم مختصة. يعني كيف بدي اشرح لكم يعني مثل واحد مثلا بعيد ألف شهر معه سرطان وعم بيقولوا له صلي واعمل يوغا بتصح. هالشي ما بدك أدوية، بدك دعم نفسي حقيقي لحتى تقدر تتحسن وتصح وتطلع من الحالة. لهيك أنا برأيي هي أهم نصيحة ممكن أعطيك إياها. صحتك النفسية أهم من كل شيء. وقت بتحس إنه أنت فعلا صرت بحالة نفسية إنك أنت ما بقى قدران تطلع منها لحالك، ما تخجل تسأل لمساعدة نفسية. هذا الموضوع بألمانيا كتير عادي، وكل العالم بتعمله، ورح يغير لك حياتك لقدام، رح يخليك تركز أكتر. فهي نصيحتي بصراحة الذهبية بهالموضوع، لأنه يعني بدونها مستحيل تقدر تنجح وتعمل أي شيء بحياتك. هاي كانت تجربتي بصراحة هون، وهي النصايح اللي بتمنى أول ما بلشت أدرس هون كان حدا قال لي إياها. بتمنى تكون فادتكم، بتمنى أي حدا طالع يحقق كل أحلامه ويوصل، لأنه صدقوني يعني أنا تخرجت من 4-5 أسابيع لهلا ما مصدق شي اللي وصلت له. السعادة اللي بيحس الواحد فيها بعد ما يوصل لهيك شي خارق، يعني بدها يمكن شهور لحتى تروح. فبتمنى كل حدا منكم يعيش هالسعادة، بس صدقوني لحتى توصلوا لها بدكم تعب كتير، بدكم تسمعوا، يعني اسمعوا هالنصائح واكتبوها وعيدوها، لأنه يعني بتمنى من قلبي لو حدا وقت قال لي إياها كان سهل علي كتير حياتي، كان وفر علي كتير وقت، وفر علي كتير مصاري وتعب. ف بتمنى تكونوا استفدتوا من هالشي. إذا عندكم أي أسئلة اكتبوا لي إياها بالتعليقات، رح جاوب عليها كلها بعد. وبتمنى من قلبي إنه كل واحد منكم يوصل لهدفه ويحقق أحلامه. وأهم شي القهوة، ما تنسوا القهوة. سلام من صفحة سافر مع بيرو. صحي تابعوا صفحتي السفر، لأنه عم نزل كتير شغلات حلوة هوني. بعد ما قدرت أوصل لهدفي بالحياة إني سافر ولف العالم، يعني شعور بجنن الواحد يتعرف ويلف العالم ويشوف ثقافات وأكلات جديدة وهيك وكذا. فاللي بحب هالمحتوى كمان يتابع صفحتي، ووعد رح نزل كمان فيديوهات تانية عن اللغة وعن نصائح تانية، أو حتى إنه أجاوب عن أسئلتكم هونيك. ما تنسوا تدعموني كمان بالفيديو، حطوا لي لايك وتعليق ونشر. وإذا حاسين حدا أو بتعرفوا حدا من رفقاتكم بحاجة هالنصايح كمان ابعتوا له الفيديو. وضلوا بخير. سلام.